أرقام ومقالات كثيرة جدا فيها كثير من الإشادة. وأنا أتحدث إليكم، ستكون هناك بعض الفقرات التي سأقدمها لكم. مثلا موقع الفيفا دوت كوم تحدث عن سفيان الرحيمي وحضوره المتميز في أولمبياد باريس. موقع جول الذي يهتم بأدق التفاصيل الخاصة بأداء اللاعبين كانت له إشادة رائعة جدا. وكان حتى على مستوى إسبانيا مقال باللغة الإسبانية يعرف الإسبان بمن هو سفيان الرحيمي، لأنه كان يشكل خطرا على المنتخب الإسباني قبل أن تنطلق المباراة، واشتغلوا عليه من خلال فيديوهات كثيرة لينبهوا إلى أن الخطر المحدق بالمنتخب الإسباني سيكون في المقام الأول سفيان الرحيمي. وكانت هناك تساؤلات كثيرة جدا: من أين أتى، وكم هي قيمته السوقية، وكم يساوي، وكم عدد الأهداف، وما هو مساره. وأنا أتحدث إليكم في هذه الحلقة سأقدم لكم بعض العناوين. فمثلا موقع جول تحدث عن الهداف، عن القناص الجوليادور مارويكوس، هو هداف المنتخب المغربي. وفي معرض الحديث أعطوا بعض الأرقام الخاصة باللاعب كسنه، مثلا النادي الذي يلعب لا، من أين أتى، من نادي الرجاء، وكم بلغت الصفقة، إلى كل ذلك. ثم بعد ذلك دخلوا في بعض الأسئلة التي تتعلق بالجوانب الفنية، ودخلوا في طرح بعض الأسئلة من هذا القبيل: من هو سفيان رحيمي؟ كيان آس رحيمي؟ وتساءلوا ووصلوا إلى إجابات، وهذه الإجابات أصدقكم القول أننا لم ننتبه لها نحن كمغاربة، لأننا ننظر إلى اللاعب له بين يدينا ولاعب مغربي. ولكن أحيانا حينما تدقق في بعض المعلومات التي يستقيها الإعلام الغربي نقف عند جوانب مهمة في مسيرة هذا اللاعب. فمثلا منذ 2018 حتى 2021 سجل سفيان الرحيمي 42 هدفا في 134 مباراة مع نادي العين الإماراتي الذي انتقله بعد أن فاز الرجاء بكأس الملك محمد السادس. سجل حتى هذه اللحظة عدد أكبر من عدد أهداف سجلها مع نادي الرجاء، وقد وصلت ل 46 هدف، أي بزيادة 4 أهداف، ولكن في عدد أقل من المباريات، 107 مباريات. في المجموع إذا أضفنا أهداف الرجاء وأهداف العين سنصل إلى مجموع 88 هدف. ولكن هل هذا الرقم هو الذي يمكن أن نأخذه بعين الاعتبار؟ قد نراه نحن كمشجعين أنه رقم هزيل، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن عدد المباريات التي خاضها مع نادي العين ونادي الرجاء وصلت إلى 241 مباراة. ولكن بغض النظر عن الأهداف 88 قدم سفيان رحيمي سواء مع الرجاء أو مع العين 79 تمريرة حاسمة. الآن احسبوها: 88 زائد 79 تعطينا ماذا؟ تعطينا 167، أي أنه ساهم في الهدف إما من حيث التسجيل أو من حيث التمرير في 167 هدف من أصل كم عدد المباريات؟ 241 مباراة، أكثر من الثلثين، نتحدث عن 70%. وهذه بالطبع ميزة الهدافين، خاصة وأنه انتقل من دوري إلى دوري. اليوم وفي هذا العام نتحدث عن أفضل لاعب في آسيا، هو هداف دوري أبطال آسيا 13 هدف. الآن هو هداف الأولمبياد 6 أهداف. صحيح أن لا زال هناك أمام بعض اللاعبين فرصة ليعودوا في هذا الترتيب، خاصة لاعب فيرمين لوبيز لاعب المنتخب الإسباني لديه 4 أهداف. ولذلك لازلنا ننتظر إجراء المباراتين الأخيرتين سواء لتحديد الميدالية الذهبية أو البرونزية. ولكن بصورة عامة حينما نأخذ الرقم 6 زائد 13 هذا يعطينا 19 هدف في مسابقتين كبيرتين. لماذا أعطيت هذا الرقمين؟ لأن هذا يؤهل مباشرة سفيان رحيمي ليفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2024، وهذا لا نقاش فيه.
حتى وإن كان رونالدو يلعب في النصر، حتى وإن كان الهلال متميز، حتى وإن كانت الأندية الأخرى متميزة واللاعبين الآخرين متميزين، الرجل المميز هذا العام في آسيا هو سفيان رحيمي. وهذا سيؤثر كثيرا على مستوى القيمة السوقية للاعب، وسينقلنا إلى السؤال الذي طرحته الصحف والإعلام الإسباني من خلال هذا العنوان: كونتراكتو إي كوانتو كويستا سو فيتشاje. عقده وكم سيكلف التعاقد مع سفيان رحيمي. المؤكد أن عقد سفيان رحيمي ينتهي السنة القادمة، أي في 2025 في يونيو شهر 6. والقيمة السوقية للاعب منذ أن التحق بنادي العين ارتفعت بشكل صاروخي. سنرى في الرسم البياني كيف ارتفعت هذه القيمة. حينما بدأ في نادي الرجاء في حدود 300,000 دولار، وحينما انتقل بحدود 2,500,000 دولار، والآن هذه القيمة وصلت قبل بالطبع الألعاب الأولمبية. عندما فاز العين بدوري أبطال آسيا ارتفعت قيمة سفيان رحيمي من 2.5 و3 إلى 8 ملايين دولار، وهي الآن مرشحة لكي تتضاعف. هناك من يقول بأنه قد يصل إلى 15 مليون بسهولة، بالنظر إلى أن الدورة الأولمبية مهمة جدا والتنافس كان كبير، ونجاح سفيان رحيمي في أن يسجل 6 أهداف ويحول 4 ركلات جزاء في مباريات مختلفة بنجاح وبفعالية، وأن يكون والأهم من ذلك أول لاعب في تاريخ الأولمبياد يسجل في كل المباريات التي خاضها المنتخب المغربي. بقيت بالطبع مباراة قادمة، نتمنى أن لا يغيب عن الموعد وأن يكون دائما جاهز، وهذا بالطبع هو ما يجعل الكثير من المهتمين بشؤون اللاعبين ينظرون بالتفاصيل التي تقرب هذا اللاعب من هذا النادي، ترفع من قيمته، تبحث له عن وجهات مهمة جدا. والكثير من الأندية أكيد أنها ستتهافت من الآن على سفيان رحيمي. هذا يقودنا إلى سؤال مهم، والسؤال: من ظلم سفيان رحيمي؟ من أبعده عن المنتخب؟ من تحمل مسؤولية إقصاء لاعب كانت لديه مواصفات اللاعب الفذ منذ أن ظهر، منذ أول لمسة له مع نادي الرجاء، منذ أن دخل أول مباراة كاحتياطي. من ذلك اليوم كنا نعرف أن اللاعب لديه مؤهلات، واستمر في هذه المؤهلات، واستمر يشتغل سواء في الرجاء أو في المنتخب المحلي. ومقال جول استند كثيرا على تصريحات من يعرف سفيان رحيمي جيدا ومن آمن به، وهو حسين عمودة، حينما كان مدربا للمنتخب تحت 23 سنة والفائز بكأس أفريقيا للاعبين المحليين الشان. كان له تصريح، وهذا التصريح موجود على موقع كول، يتحدث فيه في كثير من الإطراء حول العمل الذي قام به سفيان رحيمي على نفسه، كيف اشتغل. وسئل حسين عمودة: هل الموضوع يتعلق بموهبة فقط؟ فقال: لا، ليست لوحدها. قال بأن سفيان رحيمي كان أول اللاعبين الواصلين إلى التدريب، وآخر من يغادر التدريب هو سفيان رحيمي، وأنه اشتغل على نفسه كثيرا، واشتغل على تصحيح الكثير من العيوب التي كانت لديه. قال أيضا بأن في الوهلة الأولى يعطيك الانطباع سفيان رحيمي أنه يلعب بشكل عشوائي، وأن مراوغاته مراوغات لاعبي أحياء، ولكن حينما تنظر في المباراة الرسمية بمجرد أن يستلم، وكان يتحدث عن التدريب، بمجرد أن يستلم الكرة ترى لاعبا آخر، لاعبا واثقا من إمكانياته. ولذلك قلت لكم في كثير من المرات بأن ميزة سفيان رحيمي أنه لا يخشى المنافس. حينما يأخذ الكرة يذهب إلى المدافع، يحاول أن يراوغه، فإما أن ينجح ويخترق وينفرد بحارس المرمى،
وإما لا يستطيع المدافع أن يوقفه ويرتكب الخطأ القاتل، إما خارج منطقة الجزاء أو داخل منطقة الجزاء، وإما أن يفتح لنفسه مساحة ويمرر. ولذلك قوة سفيان الرحيمي في أنه حينما تكون له المساحة ويأخذ الكرة يذهب مباشرة، لا يحاول أن يتخلص من الكرة. واليوم في الألعاب الأولمبية نتحدث عن لاعب يلعب في مكانه، في الموقع الذي تعودنا أن نشاهده عليه، أي في الجبهة اليسرى، ولكن طلب منه أن يلعب كرأس حربة، ولكن بذكائه استطاع أن يقدم الأداء المطلوب منه وأكثر. إذا كان هناك تميز لدى أي لاعب في المنتخب المغربي الأولمبي فإن العلامة الكاملة يجب أن ينالها سفيان الرحيمي.